السلام عليكم. كل فيديو بقدم لك فكرة جديدة على أمل إن احنا نجدد مع بعض. احنا كلنا شاطرين وبنحب التفاصيل، ولو حتى تفصيلة صغيرة. عمري ما بقولك على طريقة حاجة إلا لما أكون مجربة الطريقة أكتر من مرة وواثقة فيها، علشان خاطر البنويت الحلوين اللي في سن بناتي يقدروا يتعلموا ويستفادوا هم كمان. النهاردة جينا في فيديو السويس رول اللي الكل مسميه السهل الممتنع، اللي في ناس كتيرة مستصعبين السويسرول رغم ان هو سهل جدا. هقولك على الطريقة وهقولك على المقادير اللي هتخلي معاك السويسرول جميل جدا وسهل، وهتبقي استاذة فيه. بس قبل ما نبدأ الفيديو متنسيش تحطي اللايك وتشتركي معايا في القناة لو انتي لسه ما اشتركتيش لحد دلوقتي. يلا بينا نسمي الله ونقول ايه المقادير والطريقة. عندي 75 جرام سكر، 85 جرام دقيق، 35 جرام محسن، وعندي 6 بيضات. مش هنحط لا مية ولا نشا، وهيطلع معاكي السويسرول احلى ما يكون. خلاص دلوقتي هنبدأ بقى. هحط كل المكونات بتاعتي اللي موجودة معايا في بولة. حطيت السكر وهبدأ انزل بالبيض بيضة بيضة، وقلنا قبل كده لازم نكسر البيض بيضة بيضة علشان خاطر لو نزلت مني قشرة بيضة اقدر ان انا اعرف اشيلها زي ما هي نزلت مني دلوقتي كده اهو. بصي بوريها لك. يا ايه عندك طريقتين، يا اما تنزلي البيض بالراحه خالص لحد لما القشره تفضل معاكي في الطبق، او تشيليها بقشره بيضه موجوده عندك هتشيل معاكي بمنتهى السهوله. كسرت البيض بتاعي كله. احط بقى دلوقتي المحسن بتاعي، وكمان هحط الفانيليا السايله، ومعايا فانيليا بودر، واحنا متفقين مع بعض ان انا بحط فانيليا سايله وبحط فانيليا بودر علشان خاطر الزفاره. ومعاهم معلقه خل كبيره. الفانيليا السايله والفانيليا البودر بيدوا ريحه وطعم جميل جدا، كمان لو ان انت واكلاها من عند الحلواني. نزلت معاهم بالدقيق بتاعي وافضل اضرب بيهم، اضرب بالمضرب لحد لما هيديني دلوقتي السبونج بتاعي. بصي العجينه بتاعته عامله ازاي، القوام كتر. العجينه بتاعتي كترت خالص وتضاعف حجمها، واللون بتاعها فتح وفي لمعان على الوش كده. يبقى خلاص انا اتاكدت ان انا وصلت للقوام اللي انا عايزاه. دلوقتي بطنت الصاج بتاعي بورق الزبدة، وحطيت الخليط بتاعي في الصاج وفردته وسويته بالمعلقة. هقولك على حاجة كده وانتي تعمليها وانتي شغالة بتفردي في السبونج بتاعك في الصاج. يا ريت تحطي كده صينيه ميه سخنه في الفرن من تحت عشان خاطر الصاج ما يتلسعش منك. دخلت الصاج بتاعي على فرن درجه حرارته عاليه، كنت مسخناه من قبل. قعد معايا حوالي 10 دقايق. طلعته من الفرن، غطيته وسبته لحد لما برد معايا خالص. انا مش هستعمل السويس رول وهو سخن، هستعمله وهو بارد. بعد كده قشرت الوش بتاعه، قلبت الصاج، طلعت ورقة الزبدة اللي موجودة من تحت. بعد كده هبدأ اقسم السبونج بتاعي لاتنين. هعمله 2 رول، مش هعمل رول واحد. اجي كده بالنشابة واروح ماشية على السبونج بتاعي رايح جاي، بس بالراحة علشان خاطر بقى انزل بس حجم السويس رول معايا شوية. هبدأ اعمل الكريمة بتاعتي. كل كوباية كريمة ليها كوباية لبن، او كوباية وربع لبن على حسب نوع الكريمة، وربع كوباية سكر. اضرب اللبن مع السكر لحد ما يدوب خالص، انزل بالكريمة وبعد كده اضربها. لو حسيت ان هي احتاجت لبن ازود. اللبن بتاعي يكون من الفريزر، ولو مش عايزة تستعملي لبن حطي مية متلجة. وكل كوباية كريمة ليها معلقة كبيرة باستري. اخد الكريمة بتاعتي وهفردها زي ما انتوا شايفين كده على السبونج بتاعي او السويسرول بتاعي. هفردها كويس بالمعلقة، وبعد كده هبدأ بقى ألف الرول بتاعي. بصي بوريكي كده مش هينفع، لو هتستعملي ايديكي هتتقطع منك، لكن لما تستعملي ورق الزبدة اللي موجود عليها وهتلفي بيه ايدك ما تشدش السبونج. ورق الزبدة هو اللي بيشد، ايديكي بتساعد معاه. اسحبي بالورق الزبدة هيلف معاكي وعمره ما هيتقطع. ما تخافيش واسحبي، هيلف معاكي عادي وهيطلع معاكي حلو خالص. ورق الزبدة هو اللي بيشد السبونج بتاعي. لفيت الرول بعد كده خلاص خلصته. ابدأ بقى اكبسه بمسطرة او بكرتونة ناشفة، وبعد كده الفه وادخله الفريزر. هوريكي دلوقتي عندي. بص الرول ما اتقطعش وما حصلوش اي حاجة.
هبدأ الف بقى بورق الزبدة واغلفه كويس واحطه في الفريزر لحد لما يجمد عندي. هوريكي مرة تانية ازاي احنا بنلفه ومش هيتقطع برضو معايا، وهيبقى حلو خالص وجميل. ما عندكيش نشابة او ما عندكيش حاجة تبططي بيها الاسبونج، احنا ما بندوسش جامد. بصي يا دوب اهو استعملت ايديا يا دوب حاجة خفيفة. لو انت عايزة تحطي كريمة كتيرة، انا من الناس اللي بتحب تحط كريمة كتيرة الصراحة، فعادي حطي كريمتك زي ما انت عايزة. حابة تحطي معاها في النص صوصات برضو حطي زي ما انت عايزة برضو. بصي ورق الزبدة هو اللي بيسحب الرول مش ايديكي. خلاص خلصت السحب بتاع الرول، هبدأ بقى اكبسه بالمسطرة. اشد خالص، شد جامد، واخلي الجزء اللي هو مفتوح من تحت اللي انتي لفتيه لحد ما اتقفل معاكي هو ده الجزء اللي بيبقى من تحت خالص لما تحطي الرول في الفريزر. خلاص كده الرول بتاعي جمد، طلعته. بصي لا تكسر ولا تشقق ولا حصل معاه اي حاجه. احط بقى طبقه الكريمه من فوق وابدا اغلف الرول بتاعي. طبعا السكرابر عمرك ما هتقدري تستعملي السكرابر في ان انت تساوي السطح بتاعه، هيبقى صعب لانه بيبقى البلاستيك بتاعه جامد. فجبت دي ورقه او جلده من دوسيه عند جانا، وقصيته وبدات اظبط بيه الوش بتاع السويس رول. بيبقى سهل جدا. كل ما اسحب سحبه اغسله وارجع اظبط تاني لحد ما الوش بتاعي يبقى حلو معايا. هنبدا بقى نزين الوش بتاعه. هاخد صوصات. صوص عندي صوص مانجا، صوص كراميل، وصوص شوكولاته. لو عندك صوص فراوله احط عادي هيديله شكل حلو، بس انا الصراحه اللي كان متوفر عندي هو صوص المانجا وصوص الكراميل وصوص الشوكولاته. هبدا احط صوص مانجا، صوص كراميل، صوص شوكولاته، باخدهم بالتدريج كده. كل لون افتح كل لون فاتح بحطه، وبعد كده بحط الاغمق منه الاغمق لحد لما اخلص الرول بتاعي. وهوريك شكله دلوقتي هيبقى عامل ازاي. هتشوفي احنا هنعمل بيه ايه. انا عايزه السويس رول بتاعي يبقى ايه فيه تشبيحه كده حلوه، هيبقى شكله جميل جدا. كملت الرول بتاعي، بصوا شكله عامل ازاي. وهجيب برضو الورقه اللي انا قصيتها وهسحب بالراحه. بصي هيطلع معايا شكله عامل ازاي، ما شاء الله. ارجع بقى اظبط الجوانب، وعينيكي هي ميزانك، هي اللي هتحدد لك يعني الشكل الحلو. كل ما عينك هتقولك مثلا لا ده ناقص فيه حاجه، يبقى اعرفي وتاكدي فعلا ان في حاجه ناقصه. اخدته الناحيه التانية بالعكس كده الشكل معايا اتظبط، بقى كل حاجه معايا متساويه. ابدا بقى اجيب سكينتي واحطها جنب الميه السخنه. انزل السكينه بتاعتي في الميه السخنه زي الجاتو بالظبط، هنتعامل معاه زي ما اتعاملنا مع الجاتو. انزل السكينه في ميه سخنه وبعد كده بقى اقطع. هساوي الجوانب بالطرف الناحية دي والطرف الناحية دي. هشيل الجزء اللي هو من الناحية دي والجزء اللي من الناحية دي زي ما انتوا شايفين. وانزل السكينة بتاعتي في المية وبعد كده ارجع بقى اقطع السويس رول بتاعي. السويس رول ده لو انت عايزة تخليه يبقى ميني سويس رول، ممكن تقطعي الرول بتاعك ده على 3، كل قطعة حوالي 12 او 13 سنتي. لكن السويس رول ده كان الصراحه كنت عاملاه لاختي، فكانت طالبه مني ان انا اقطعه قطع عاديه يعني. الرول الواحد طلع معايا 10 قطع. لو ايدك صغرته شويه هيطلع معاك 12 قطعه، يعني الصاج ده الاتنين رول هيطلع معاكي 24 قطعه. عملت الرول التاني هوريكي ازاي بسحب. بصي بسحبه بيبقى بيتظبط معايا عادي وبمنتهى السهوله. كل ما بسحب سحبه باخد الورقه بتاعتي واغسلها وارجع اظبط تاني الرول. بصي لحد لما احس ان الوش بتاعه بقى املس كده وحلو. الرول التاني عشان ما اطولش عليكم حطيت على الوش بتاعه صوص مانجا، وبعد كده قطعته زي ما عملنا في الرول الاولاني، وحطيت على الوش بتاعه شويه فستق مكسراه في الهون. وده كان السويس رول بتاعنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده. متنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب. مع السلامه.